حد بعت لي فيديو عن فنانه مشهوره مستضيفه شاب لطيف شغال في امن المعلومات، وعمل حركه قال انه بيسجل رقمه على الموبايل بتاعها، وطلع انه بينزل في ثواني تطبيق مراقبه خفي، وبقت شاشه الموبايل بتاع الفنانه على موبايله. شايفين؟ شايفين هو ظاهر، اللي ظاهر هنا بالظبط. طيب تمام، انا مش جاي علشان اقول لك ايه اللي حصل، علشان انا خلاص قلت، لكن انا جاي افتح عيونك على اخطر تقنيه هاكينج اتعملت لحد دلوقتي، واسمها زيرو كليك هاكينج، او بالعربي هاكينج النقل الصفري. هشرح كل حاجه، ما تستعجلش، واعمل فولو لايك وسيب كومنت حلو، علشان فعلا الموضوع مهم وعايز تركيز حبتين. بدايه لازم تثق في انك لا تثق في التكنولوجيا، يعني مش معنى ان معاك الموبايل الفلاني اللي بفلوس كتير ده هيخليك بعيد عن الاختراق والعاب الهاكرز، والموضوع اكبر مما تعتقد. خلينا نقول ان الطريقه المتبعه في التصيد الاحتيالي او الفيشنج اللي بنسمع عنه هو ان الشخص الضحيه بيعمل حاجه معينه علشان يقدر الهاكر يوصل لجهازه ويتحكم فيه، زي انه يدوس على رابط او يفتح رساله على الواتساب او الايميل. ولكن هاكينج الزيرو كليك ده بيهاك جهازك بدون ما تعمل اي حاجه، وده اللي بيخليه اخطر انواع الهاكينج حرفيا. كده دحلاب عجينه هو طار. عايز اقول لك ان في شركه اسمها زيروديوم بتقدم ملايين الدولارات حرفيا لاي شخص يقدر يلاقي ثغره في اي جهاز ويقدر يسيطر عليه بتقنيه الزيرو كليك. وكمان الميزه اللي دايما الواتساب والاي مسج بيراوجوا عنها انهم بيشفروا الرسائل ما بين المرسل والمستقبل، ده في حد ذاته سبب من اسباب زيرو كليك اتاك. طب ازاي؟ الموبايل بيحلل كل البيانات اللي بيستقبلها بشكل صارم جدا علشان يحدد انها بيانات موثوقه او لا، لكن مشكله تشفير الرسائل اللي قلنا عليها بيخليه مش عارف يحلل البيانات دي، وبالتالي مش قادر يحدد مدى خطورتها، وهنا تكمن الكارثة. طيب انت كده خوفتنا يا هندسة، هو الموضوع كبير قوي كده؟ الحقيقة ان الموضوع كبير ومنتشر على الانترنت بشكل لا يمكن تتخيل. ففي شهر 9 كشفت سيتيزن لاب ان ملف PDF مصمم هندسيا كان السبب في تثبيت الهاكرز لبرنامج بيجاسوس الدار على تليفونات ناس كتير، وده اللي خلى ابل تنزل تحديث لتصحيح الثغره الامنيه دي. والامثله في الموضوع ده كتير فعلا، وده ممكن نعمل له حلقه لوحده لو عايزين. طيب السؤال الاهم بقى، ازاي نحمي نفسنا من الزيرو كليك اتاك ده؟ قبل ما اقول لك عايز اقول لك كلمتين مهمين. ناس كتيره دايما بلاقيها في الكومنتات بيقولوا يعني الهاكر لما يدخل على جهازي هيعمل ايه؟ انا محدش يعرفني ولا يهمني حتى لو هكر جهازي. لكن اللي ما تعرفوش ان ابوك وامك واخواتك الولاد والبنات ممكن الهاكر يحول حياتهم لجحيم لا قدر الله بسببك انت، وبسبب استهتارك وجهلك بحمايه نفسك. اول حاجه اعمل ابديت لنظام التشغيل بتاعك فورا، ايا كان اندرويد او iOS. خلي عندك انتي فيروس كويس على موبايلك، مهم جدا. ولما تستخدم شبكه عامه استخدم VPN، واوعى تشغل تطبيقات البنوك او المحافظ الالكترونيه على الشبكات العامه دي، علشان التقنيات بتاعت الزيرو كليك مكلفه جدا، فغالبا الهاكرز بيستخدموها على ضحايا كبيره معاهم فلوس كتيره، وده بيخليك في امان نسبيا. لو عجبك المحتوى يا ريت تدعمني بشير وكومنت يشجعني علشان اقدم حاجات من دي كتير، وشكرا لانك وصلت لحد هنا. اشوفك على خير.